واحد النهار سولني واحد السيد وقال لي شنو هو اسوأ احساس حسيتي به؟ شنو هو الاحساس اللي دمرك داخليا؟ شنو هو الاحساس اللي ما تتمناه حتى شي واحد و... واللي صعيب اننا نتعالجو منه؟ بصراحه ما ترددتش وقلت ليه هادشي اللي غنقول لكم دابا. اسوأ احساس تقدر تحس به هو داك الاحساس بالعجز. راه شوف، ماشي الحب ولا الاكتئاب ولا شوف داكشي كامل كيدوز مع الوقت، ولكن اسوأ احساس فريمون تقدر تحس به ويدمرك داخليا نفسيا عاطفيا جسديا هو الاحساس بالعجز. هو داك الاحساس اللي كتشوف بلي نتا ما راضيش على الوضعيه اللي نتا فيها، كيف ما كانت هاد الوضعيه ما راضيش بها، ولكن في نفس الوقت ما قادرش دير التغيير، ما قادر دير حتى شي حاجه، كتفرج ومربوط ما قادر دير والو. باش نحطكم في الصوره اكثر، تخيل معايا خوك ولا اعز الناس ليك حاطينه قدامك وانت مربوط وداك خونا شادينو كيضربو فيه، انت ما دارو لك والو، فقط خلاوك كتفرج في داك الشخص كياكل العصا قدامك. بتخيل معايا ان داك كتشوف صاحبك ولا خوك ولا داك الشخص اللي عزيز عليك كياكل العصا قدامك، يقول لك عافاك عتقني داك، فهمتي؟ كتشوف فيه كياكل العصا ولكن في نفس الوقت انت ما قادر دير ليه حتى شي حاجه، كتشوف فيه كيتألم، كتشوف فيه كيتضرب، ولكن في نفس الوقت انت ما قادر دير والو، حابس كتفرج والو، ما قادر دير حتى شي حاجه. باش نحطكم في الصوره اكثر، تخيل معايا ان هاد الشخص اللي كيتضرب هو انت، والشخص اللي كيتفرج هو انت النيت. فنحطك دابا في هاد الموقف ديال انك تلعب الادوار بجوج، عرفتي؟ عرفتي هذا الاحساس ما نتمناه حتى شي واحد. تخيل معايا كتشوف فراسك كتضرب، المشاكل كيضربوك من جهه، العائله من جهه، قرايه من جهه، مشاكل، فقر، صداع، روينة، جميع المشاكل، جميع الظروف الصعاب اللي كدوز فيهم من حياتك كيضربو فيك، وفي نفس الوقت انت ما قادر دير حتى شي حاجه، كتفرج فراسك كياكل العصا، ما قادر تعاون راسك حتى بابسط حاجه. فبالنسبه لي هذا اسوأ احساس تقدر تحس به. فهاد الاحساس ما نتمناه حتى شي واحد، حيت فريمون كيدمر داخليا نفسيا، ولكن تخيل معايا ان هاد الاحساس كيبقى عايش معك، الاحساس طالما انت باقي ما دايرش شي حاجه، باقي ما درتيش داك التغيير، دونك غيبقى الاحساس عايش معك. المهم هذا هو اسوء احساس بالنسبه ليا، اللي ما نتمناه حتى شي واحد. وهبط الكومونتير قول لي شنو هو اسوء احساس حسيتي به ونبارطاجيو مع بعضياتنا. يلا سلام.